ما تيجي نغير فكر المذاكره شويه. حضرتك بتمسك اي كتاب في ماده عندك تبتدي تحفظ اللي جوه الكتاب وتطرش الكلمتين في الامتحان في الورقه وشكرا على كده. احب اقول لحضرتك ان انت ماشي غلط. بص اتراهن معاك ان انا الكلام اللي هقوله ده ما حدش قاله، لو حد قاله بعدي يبقى غش مني، يخرب بيت الطاقه. جرب كده تعيش التجربه اللي جوه الكتاب. اقسم بالله الكتب اللي عندك دي فيها كميه علم رهيبه جدا، بس حضرتك انت حافظ مش فاهم. ناخد مثال، يعني مثلا حضرتك ادبي فيها ايه؟ لو انت شفت تاريخ مثلا تاريخ مصر القديمه ده وعشته بجد، يعني انت لو رحت مكان، لو انت عايش مثلا في الاقصر او في اسوان او في اي مكان تاريخي مثلا اهرامات ايا كان، يعني مش شرط، ورحت المكان ده فعلا وبدات الحاجه اللي انت بتاخدها في الكتاب ده بدات تطبقها على ارض الواقع وتشوف وتشرح لاصحابك ده كذا عمل ده مثلا حاكم كفر الشيخ. المهم بص، المهم ان انت بجد والله مش بهزر، ان انت حاول تعيش التجربه كانها حقيقيه وتشرح بجد الحاجه دي يعني كانها حقيقيه. عندك برضو نفس الحوار الفيزياء او الكيمياء فيها ايه؟ لو انت سرشت مثلا ودورت على النت يا معلم على الحاجات التجارب دي وشوف عيشها بجد وشوف تجارب الناس بتعملها. انت حضرتك مثلا حافظ ان سي اتش 3 سي اتش 4 ميثان ايثان بروبين بيتان بيتان هيكسان بيتان اوكتان وناندي كان، ده اللي انت حافظه، انما غير كده مش فاهم ايه الاكتان وايه البيكان وايه الديكان، مين دول؟ شوف التجارب دي بجد عيشها. يعني انا اقصده بدل ما تحفظ الحاجه عيشها بجد. نفس الحوار اللغه العربيه، واحد يقول لي طب النحو ده لازم يا اسطى، النحو ده حاجه عظيمه جدا. اديك مثال بسيط قوي، عرفت القران الكريم لو انت بتقراه من غير قواعد بص انت دماغك دي والدنيا هتبوظ معاك خالص. زي مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء، ما ينفعش تقول انما يخشى الله من عباده العلماء، دي برضه حته في القواعد. دليل ان العلم اللي انت بتاخده له قيمه كبيره بس حضرتك اهطل ما انتش فاهم اي حاجه. نفس الحوار برضه عندك مثلا الرياضيات، واحد يقول لي طب انا استفاد ايه من القوانين الكتير اللي بيعملوها دي؟ انت اهبل يا ابني. بص الابراج الكبيره اللي في العالم كلها المهندسين الصح فهموا وطبقوا القواعد دي بجد في ارض الواقع، فبداوا يعملوا هندسه عظيمه جدا انت دماغك مش هتستوعبها، ان الناس دي قدرت كل حرف وكل قانون بيتقال في الكتاب ده وطبقوه فعلا. نفس الحوار لو انت بدات تربط العلوم ببعضها تلاقي الدنيا معاك سهله قوي. يعني مثلا عندك في القران الكريم ربنا قال في سوره الانبياء اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. تعرف ان الايه دي ايه عظيمه جدا اتقام عليها يعني حاجات كتير قوي. يعني الحاجات دي برضه ما جاتش من فراغ، جت من حاجه اسمها البحث والعلم والتطوير. يعني انا عاوز اوصله لك ان انت ابحث ودور، سيبك من المكتوب في الكتاب ده يا عم. شوف يا عم اقول لك خلي اللي مكتوب في الكتاب ده بص له وابتدي دور عليه من بره كمان من منظور تاني. توصلك الفكره اللي انا عايز ادور حواليها، ان انا بص مش عايزك تبقى حافظ الكلام وتطرشه في الورق بس. والله العظيم اقسم بالله انت لو عملت الحركه دي المذاكره بالنسبه لك هتبقى هبل. واحد يقول لي يا جين انا عايز انجح، لا انت كده اهبل، واقسم بالله انت اهبل. انا اسف في اللفظ اللي اقوله، انت كده شبه يعني بينك وبين الحيوان لا يوجد اي فرق. تاكل تعمل بيبي تذاكر تدخل الامتحان تطرش الكلمتين وشكرا على فين دماغك بقى. فين ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم؟ فين انت بقى؟ انت مش بني ادم انا، انت ايه انا بس يا سيدي. المهم لا تنسى الفولو اخي في الله وفكر فيها بس تاني كده هتلاقي الموضوع معاك حلو وبسيط.